بص قبل ما تشتم احنا بقالنا اسبوعين ما نزلناش فيديو، انا عارف ودي كارثه يعني. من ساعه ما رجعت انتظم تاني وبطلت انزل فيديو كل سنه، من ساعه ما رجعت وانا ما قطعتش اسبوعين خالص، تمام. بس يا جماعه انا تعبت، واللي ما يعرفش لو دخل على الكوميونتي عندي على اليوتيوب هيلاقي ان انا نزلت بوست ان انا كنت تعبان وكانت فتره تعب كده، والحمد لله يعني الواحد بيحاول يستمر. بس قبل ما تبتدي فيديو النهارده، شكرا لكل الناس اللي لقيت عليا، وشكرا للناس اللي بعتت لي على الانستجرام، والناس اللي بعتت لي مسجات. ده الانستجرام بتاعي لو حابب تسال عليا عشان لو تعبت تاني ولا وبس كده. والله العظيم يا جدعان وحشتوني، اقسم بالله وحشتوني. انتوا ملاحظين التغيرات اللي حصلت في الاستوديو اللي بصور فيه ولا ما حدش ملاحظ؟ او مش ما حدش ملاحظ حاجه؟ يعني هو الزاويه فيها حاجه انت حاسس انت مش عارف ايه بالظبط اللي حصل، بس في حاجه اختلفت، انت حاسس باختلاف حصل صح؟ طب استنى هبهرك بقى. بص اللقطه دي بقى، بص يا باشا، يا نهار اسود، ايه ده؟ الله، ده المكتب بيطلع. بص يا جماعه، والله انا دافع دم قلبي في الحوار ده عشان اقعد زي اللهبل كده. ايه رايكم رياكت من هنا بقى؟ انتوا عارفين انا جايب دي ليه؟ بحيث ان هو يبقى ماشي مع مستوى الحاجات اللي انا برياكت عليها. فانا قلت الاسبوعين دول طالما تعبان استغلهم في ان انا اجدد شويه حاجات، يعني اكمل مكاني هنا ولا اطلع؟ مش عارفين صح؟ تعال ولا اقول لكم تعال، يلا انا جاي لكم. طيب يا جماعه نوصل بقى الفيديو ده وانا باين. يا جماعه لايك واشترك في القناه لو انت مش مشترك. يعني انا بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات، وروني ان انا وحشتكم. انا لو وحشتك اعمل لايك. جاي لا سلم على الشهداء اللي معاك. طب يا جدعان الحمد لله كانت سليمه. انا كان قلبي واقع والله العظيم. انا قلت انا دافع دم قلبي، انا كل استثماراتي حاططها في المكتب ده. طبعا انت جه في دماغك دلوقتي ان انا ليه جبت المكتب ده ودفعت فيه دم قلبي وهي حاجه ملهاش لازمه، وفي الاخر اتقلبت بيه اصلا. فانا هقول لك الفوائد اللي هتبقى موجوده في المكتب ده وهتستمر معانا في الفتره اللي جايه. معلش يا جماعه انا دافع فيه فلوس فايه، فانا هحلبه معلش هو حاجه تافهه، بس انا كان نفسي في مكتب بيطلع كده بصراحه من زمان، يعني من وانا طفل كده. الناس كان نفسها تطلع ظباط ودكاتره وانا كان نفسي اطلع. المهم الفوائد اللي هنستفيدها بما اننا قناه عائليه مفيده وبنقول فيها حاجات بتفيدنا طبعا في كل فيديو. طبعا يا جماعه الناس هتسالني انت ليه تجيب مكتب زي ده وليه تقف؟ بالعكس انت بتدفع فلوس عشان تقف مش عشان تقعد. فانا هقول لك بما اننا قناه مفيده وبنجيب حاجات مفيده ونستفيد منها، هقول لك الفوائد اللي موجوده في المكتب. اول حاجه هتعرف شخصيتي وانا واقف. طول عمري صديقي المشاهد في بينا علاقه وانا قاعد، انت حكمت عليا وانا قاعد، شفتنيش بقى وانا واقف. انا ببقى قاعد وانت يا ترى ايه اللي هيحصل وانا واقف وانت وانا واقف بقى وانت قاعد بقى. انا مش عارف بصراحه جبته ليه. تاني نقطه وهي ان ظهري وجعني من القعده على الكمبيوتر، فقررت ان انا اقف بقى على الكمبيوتر. تالت حاجه بقى ان احنا نتحرك براحتنا بقى. اخر فتره بقى بحس ان انا في جوايا طاقه مش عارف اطلعها، فبحس ان انا عايز اتحرك، فمش قادر بصراحه. يعني في حاجات قوي نفسي بحس ان انا ببقى نفسي، هو انا عم بزعق في الفيديو بس حاسس ان انا ببقى نفسي اشوح. وهنعمل فيديوهات واحنا قاعدين ما تقلقوش يعني. بس ايه رايكم في التطور؟ اظن ده اغرب نوع تطور. الناس تتطور تجيب كاميرا، يجيبوا جهاز كمبيوتر بمليار. مش انا الوحيد اللي عملت ايه؟ انا جبت مكتب. انا خلاص حققت احلامي كده، انا مش عايز حاجات، انا عايز اقف، انا عايز افضل واقف. بص هو فيها مزايا اكيد هنكتشفها مع بعض. انا مش عارف بصراحه مزايا، انا بهبت. بس قبل ما تيجي النهارده يا جماعه عايزين نوصل الفيديو ده ل 50000 لايك. يعني انا بقالي كتير قوي ما نزلتش فيديوهات وعارف ان الريتش هيبقى يعني. وروني اذا كنت انا وحشتكم وانا كنت فارق معاكم في الاسبوعين ده ولا لا. هل اثرت على حياتكم الكواليتي بتاعت حياتكم؟ هل اثرت فعلا عدم وجودي ولا وجودي زي قلته اصلا؟ يعني غالبا هو ده اللي هيطلع الحقيقي. جاملوني يا جماعه، جاملوني، انا عايزكم تجاملوني. وبرضه عايزين نملى الحيطه هنا، نحط شويه حاجات مش عارف ممكن نحط ايه. مش تتخيل بصراحه يعني، انتوا لو لاحظتوا هتلاقيني حاطط الحاجات كلها تحت. بس انا ما متخيلش بصراحه ان احنا نعلى بالمستوى كده ونجيب المكتب اللي بيطلع لوحده ده. يعني معلش دافع فيه فلوس، فيعني بحاول احلب الموضوع على قد ما اقدر عشان ايه، ما احسش ان انا استثمرت استثمار صح. فيعني نحط ايه براويز هنا، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. الفتره الجايه هتلاقوا تطور اكتر لحد ما نخبط في السقف خالص بقى. انا نفسي نلمس السقف بقى، نجيب بقى ايه كرسي بيطلع هو كمان. تمام من الهبل ده، نسيبنا من الهبل ده عشان النهارده عندنا حاجه في اليوتيوب. انا رحت وجيت فلا بس استنى، لازم اقول اعملوا لايك. وصلوا الفيديو ده 50000 لايك. عايزين نوصل الفيديو ده 50000 لايك. وروني يعني انا وحشتك ولا لا. يعني اللايك والكومنتات والله العظيم في اول الفيديو كمان ينزل هيفرق معانا جدا والله. النهارده يا جدعان في نقطه نفسي اتكلم فيها عن المكتب بس لازم ابدا الفيديو. مش قادر يا جماعه، مش مهم. نخش في موضوع الفيديو النهارده يا جماعه. عندنا اليوتيوب تطور النهارده. اليوتيوب تطور طبعا يا جدعان. النهارده بعد ما غبت الاسبوعين بتوعي بالظبط 15 يوم، انا اللي لقيتها، ما حدش بعتها لي. ولقيت في مفاجاه كبيره على اليوتيوب. وكل ما اغيب عن اليوتيوب ارجع الاقيه بيتطور اكتر، اغيب عن التيك توك ارجع الاقيه بيتطور اكتر. يا جماعه انتوا فاكرين فلوجات الطلق والحمل والولاده؟ النهارده يا جماعه هيبقى فلوج ما اللي بيحصل ما قبل الولاده وما قبل الطلق وما قبل كل ده. معانا يا جماعه اسطوره في اليوتيوب المصري، وبقينا نتعمق شويه، نخش جوه اكتر شويه. بقالنا كتير قوي مسطحين الموضوع، عايزين بقى نتعمق، نبقى مع بعض اكتر واكتر، نخش في حياه اليوتيوبر اكتر واكتر ونرشق معاه في كل حاجه. النهارده هنشوف فيديو اسمه تعالوا شوفوا امنيه ومحمد يوم زواجهم ليله دخلتهم عملوا ايه. مفاجاه كبيره في قلب الشقه. يا ترى ايه اللي حصل في قلب الشقه؟ ايه هو اللي هيحصل في قلب الشقه مع محمد وامنيه؟ طبعا كلنا مش عارفين، كلنا عندنا فضول رهيب نعرف ايه اللي هيحصل.
هنشوف ده على منصتنا المفضله وهي اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ايوه يا زميلي، هتعملوا ايه في قلب الشقه؟ ايوه ايه؟ لو أول مرة تشوفونا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يا جماعه ما تنسوش اللايك والاشتراك. أول فيديو ليا أنا طبعا وروح قلبي طبعا شقتنا الجديدة، هوريكم كل حاجة. هيورينا كل حاجه، هيورينا كل حاجه. مملكة محمد وأمينة. مملكه؟ انتوا كمان بقيتوا مملكه، عندكم مملكه. انا جاي اشوف ايه اللي هيحصل في قلب الشقه. وريني. خش يا محمد، خش يا امينه، يلا. كله يا حبايبي ينزل يشترك في قناتنا ويدعمنا يا حبايب ويقف قلبي. معانا. حد يا جماعه يقف معاهم، عايزين ناس تقف معاهم. للدرجه دي محمد عايز سبورت. عايزين يا جماعه نسبورت محمد، يلا نقف معاهم النهارده في يوم ايه، في ليله الدور. واقفين، احنا عايزينكم تقفوا معانا كده وتساندونا. هفتان يا عمي. واي حد يجي من اي قناه بره، احنا يعني مش عارفين نقول لك ايه، بنشكرك. اي حد يجي من اي قناه بره القنوات المجاوره يتفضل معانا. احنا هنا عاملين ان شاء الله باذن الله بث مباشر ليله الدخله. فلو انت معدي من قناه، خارج من قناه كده، ها، محاشي بقى وطواجن، وداخل من قناه طواجن ومقالب ومحاشي، دخلت كده وحولت لقيتنا. فالنهارده يا جماعه ليله دخلتي انا باذن الله النهارده على امينه. فاتفضل معانا والله ما انت مروح. واوريكم كل لحظه بلحظه معانا وانا باكل عشان ما نحللكش المفاجاه. مفاجأة؟ لا قول لنا المفاجأة يا اسطى. نهار اسود، مفاجأة ايه؟ انا بهزر يا اسطى. مفاجأة ولحظة بلحظة؟ انا كنت بهزر يا اسطى، انت بتتكلم بجد؟ الله اكبر على جمال. بص العروسه، ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده واقف بيصورها، دي مدياله ظهرها وواقف بيصورها. والله اكبر على جمال العروسة. اسود ليه يا رب كده؟ تدونا احنا علامات صفرة في الاخر. ايوه ورينا الشقة بتاعتك. ايوه، اللهم صل على النبي. الستاير، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه كله يحط لي اللايك. اهم حاجه اللايك. الليله دي باسمكم وانا ب 50,000 لايك وهرفع راسكم باذن الله. اهم حاجه يا حبايب قلب اللايكات. اهم حاجه اللايكات صندوني الله يساندكم والله عليكم. احنا هنا داخلين وادعوا لي. طبعا الشاشه، بصوا الشاشه ما ركبت، عايزينكم تقولوا لنا ايه رايكم. جميله. انتوا بتتفرجوا كده في الشقه، بتشوفوا في الافلام كده. ما انا جايب مكتب عالي، فما تتريقش على الناس، مش تتريق عليك. الله اكبر. بصوا يا حبايب قلب الستاره. بص هياكل الستاره، هياكل نفسه ياكل الستاره. بسم الله ما شاء الله. بص يا حبايب قلبي الستاره، بص اللي بتاع ياكل الستاره، هياكل الستاره والله. اللهم صل على جمال النبي. الله، جايبين كمبيوتر للاطفال، خلفوا بايلون ماسك. وادي بقى العريس يا حبايب قلبي، العريس. فين ده ايه الرعب ده؟ وادي طبعا العروسه بتاعت امينه. والعروسه بتاعت امينه. الله اكبر على الجمال. الفلوج كله الله اكبر على الجمال. وادي المطبخ بقى بعد ما خلص. الله. انت بتفرجنا ايه جوه المطبخ؟ يعني انا هشوف اللي اتبقى من مبروك. الله، بسم الله ما شاء الله، عندهم اطباق. بس طبعا ده بقى الاكل بتاعنا، بس طبعا مش هتشوفوه دلوقتي، هتشوفوا ايه شوية كده يا حبايب قلبي. شويه يا حبايب قلبي، الاكل بتاعنا هتشوفوا شويه يا حبايب قلبي. الله اكبر. بص الكلام فوق. بص الكلام فوق عالي. لو ركزتوا في الكلام هتلاقوا الكلام فوق عالي. دي ايه حلل ايه؟ الدلوحجان. بسم الله ما شاء الله، الكلام عالي فوق. خمسة وخميسة في عينينا. خمسة وخميسة. الله اكبر. سمي ادي لايكات. اهو الراجل اهو في ليله دخلته جاي بيقول لك لايكات. انا جايب مكتب بيطلع يا بيه بالكهرباء، مفيش لايكات؟ قولوا الله اكبر. لايكات في ايه؟ بصوا النيش بقى وجمال النيش. الله على النيش. بصوا النيش وجمال النيش. بص النيش بقى، جماله النيش. انا تعبت، هنقعد ده هيجيب ده جايب متر في الشقه. انا عايز اشوف المفاجاه. فين المفاجاه حبايبي؟ ده بيبوس النيش يا جدعان. ايه الجمال ده؟ بصوا طب ايه ده؟ ايه الجمال؟ بص الله. اوف. لا ايه ده؟ ايه حب الذات ده؟ الله اكبر علينا. الله اكبر عليكم يا معلم. الله، ده حب ذات وصل للماكسيمم عنده. خلاص فرط لذة رهيب. هو حس ان هو الله اكبر علينا. فرط لذة رهيب حصل ومش قادر. كله يحط اللايك. اهم حاجه اللايك. سايب مراته في ليله الدول. انا سايب ليله الدول. اهم حاجه اللايك. شايفين الناس بتشقى قد ايه علشان تاخد لايكات؟ اهو مش تعرفوا اهميه اللايكات. بعد بقى بص بقى
هوريكوا بعد ما استحميت انا بقى. حاطين التلاجة في اوضه النوم. يعني هو الف مبروك، انا والله العظيم ما بتريق على حاجه، يعني هو الف مبروك انا ما بتريقش على حاجه، بس هو ليه التلاجة في اوضه النوم؟ بتستخدموها في ايه؟ بص انا ماليش دعوه باي حاجه، ماليش دعوه باي حاجه في الشقه بجد والله. يعني هو الوان والكلام ده والاذواق كل واحد وذوقه عادي. ما انا جايب واحد، ما انا اهبل برضه جايب مكتب بيبي، بس هو ليه جايب التلاجة في اوضه النوم؟ هو يا ترى هيستخدم التلاجة دي في إيه؟ هيسقع ايه جوه التلاجة يخلي سؤالنا النهارده ليه هم حطوا تلاجة في اوضه النوم؟ عايزك تكتب لي تحت اجابتك في الكومنتات. قلت ايه اوريكوا الحته الشياكه بتاعتي. ودي بقى ايه ده؟ ايه الرعب ده؟ هو ايه اللي موقف العروسه دي هناك؟ ايه ده؟ ايه يا اسطى ده؟ خاف الاقي السخان مدلدل هنا من السقف ولا حاجه. تعالوا اوريكوا بقى التلاجة بتاعتي فيها ايه. ايوه صح، ايوه انا هموت واعرف فيها ايه التلاجة بتاعتك، بالله عليك يا اخي انا هموت واعرف. الله، كيلو فراوله وزبادو كتير رهيب، تقريبا فيه حموضه البان، بس التلاجة فيها البان بس، يعني 8 لتر لبن و18 زبادو تقريبا، المنطقه منتشر فيها الحموضه هناك. اللهم صل على جمال النبي. اللهم صل على جمال النبي. الله، ايه كميه الزبادو ده؟ فيه ايه يا ابني؟ بصوا هنا، بص عندنا ايه بقى. يا لهوي، 3 فرخات، يا نهار اسود يا ابني، ما تخشش علينا بالمفاجآت اللي زي دي. يا نهار اسود، ده كام فرخه ده بسم الله ما شاء الله يا احمد، مش كده يا احمد؟ كفته الحاتي دي وريني كده. لا بسم الله ما شاء الله، ده طلع وسخن على طول، ده بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ ده الفلفل والجزر. بسم الله ما شاء الله. بص يا اسطى، خش في بق مراتك، يعني انا عايزك بقى ايه اخر الفلوج تخش تفحص لنا الشقه، هات ميكروسكوب واشرح لنا البكتيريا اللي ماشيه في الشقه. ده احنا هنتدلع وانتظرونا في مفاجأة. يا اسطى فين المفاجأة؟ ما انا مستني المفاجأة، بقالي ساعة مستني المفاجأة. ورجعنا لكم تاني من المطبخ وبحضر العشاء. ايه ده؟ هي مين دي؟ هي دي مراته اللي كانت معاه الاول ولا دي واحدة تانية؟ مين اللي بعت الفلوج ده؟ دي أمينة بتطلع لنا الخرط اهي. طلع الخرط يا أمينة، طلع الخرط. أمينة هي بتطلع الخرط. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي. بص الاكل ده ماما اللي عاملاه. بعد كده يا جماعة بيبدأوا ياكلوا بقى، يجيبوا فرد الحمام يفرشوها قدامهم والبط، بسم الله ما شاء الله الله أكبر. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. انا خلاص هبقى متابع على فكره للقناه دي، انا اكتشفت القناه دي ما حدش اكتشفها، انا بيج فان. جميل. وهي دي كانت المفاجاه يا جماعه، هي دي كانت المفاجاه للناس اللي بتفكر ها فاكرين ان احنا قصدنا حاجه. لا، حمام تعالوا كلوا معانا يا احلى اخوات في الدنيا. بيقعدوا ياكلوا حبايب قلبي، وانتوا كمان حبايب قلبي. الناس يعملوا لايكات 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 لايكات. ويا حبايب قلبي مش عايزين نطول عليكم، مش عايزين يطول علينا. لا يا اسطى ما تطولش علينا يا اسطى، انت ما طولتش يا نهار اسود. انت كده هو انت كده ما طولتش، انت شويه هتخش بالكاميرا في بقها. ما تنسوناش في اللايك وفي الشير وسبسكرايب ما تنسوناش يا جماعه في اللايك والشير، شيروا عندك على البروفايل، اكتب له ليله دخله احمد، ابعتوا لاهلك لاصحابك كلهم يتفرجوا على ليله دخله احمد، ان عايزين كلنا نفرح في قلب الشقه وبس كده. بس كمان مش تعمل لايك، عايزين نوصل فيديو ل 50,000 لايك عشان ننزل الفيديو اللي بعده على طول، يعني ده شجعوني كده باللايكات عشان نرجع اكتر ننزل فيديوهات اكتر. بس كده كان معاكم محمد كيو، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام. ايه ده؟ دي تنزل ايه الهبل ده؟ ممكن نطلع بقى تاني بقى وننزل.